كان يا مكان في واحد الزمان البعيد، كان ملك متجبر عنده قصر عالي وسلطة كبيرة، لكن في الحقيقة ما كانش كيعتمد غير على القوة والسيوف باش يرهب الناس، ولكن كان عنده سر أخطر، الساحر ديالو. هاد الساحر كان عالم أنواع السحر والشعوذة اللي كتخلي الناس يظنوها معجزات خارقة. الملك كان بارغ استغلال هاد السحر. كان مثلا إلا دخل عنده شي زائر من الرعية يجلس قدامه ويبتسم ويقول ليه: انت البارح تعشيتي بكذا وكذا وكلتي لمراتك كذا وكذا. والزائر كيبقى حال فمو ويتعجب كيفاش الملك عارف أدق تفاصيل حياته. ومرة أخرى كان يجلس في العرش ديالو والزوار معاه في المجلس، يطلب كاس ديال الماء والكاس كيتحرك بوحده من بعيد حتى يجي بين يديه، كيحملوا ويشرب قدامهم. الناس كيتعجبوا كيصفقوا وكيقول ليهم: علاش كتعجبوا؟ أنا ربكم، أنا اللي عندي هاد القوة. ولكن في الحقيقة هاد الشي غير ألاعيب وسحر كيخدع بيه عقول البشر. الساحر هو اللي كان كيدبر هاد الشي وعارف كيفاش يموه العيون ويخلي الناس يتيقنوا أن الملك فعلا عنده قدرات ماشي بشرية. الناس البسطاء صدقوا وآمنوا باللي الملك شي إله وبقاو يطيعوه ويخافوا منه. مرات الأعوام والساحر بدا تيشيخ والشيب بان في شعوره وصوته ما بقاش بحال الأول. الملك بدا كيشوفه بعيون أخرى، قلبه عمر بالخوف وقال في راسو: إلا مات الساحر غادي يمشي معاه هاد السحر كامل اللي بيه سيطرت على الناس، وغادي ينكشف أمري قدام الرعية وغادي يعرفوا أني كنت غير كنضحك عليهم. هاد الفكرة ما كانتش كتخليه ينعس وكان تيقلب على حيلة وحل. ومن بعد تفكير طويل نادى على الساحر وقال ليه: شوف، راني ما نقدرش نفقد هاد القوة اللي بيها بسط سلطي على الناس. خصك تعلم واحد يخلفك، واحد ذكي وكيستاهل يتشرب السحر ديالك. ما نسمحش السحر يموت معاك. الملك ما كانش باغي يضيع الوقت، عينيه طاحوا على واحد الغلام صغير ساكن في قصو. كان مشهور بالذكاء والفطنة وحركاته كلها كتعطي الإشارة أنه مختلف على باقي الأطفال. وهنا قال الملك: ها هو هاد الغلام اللي غادي يكون خليفتك، علمو كل أسرارك باش إلا مشيتي انت يبقى عندي سلاح نخدع به الناس ونسيطر بيه عليهم. ومن هنا بدات القصة الطويلة ديال الغلام اللي غادي يواجه الظلم والإلحاد ويكتشف طريق الإيمان الحق. الغلام ما كانش فاهم شنو كيدور من وراه، كان كيتخيل أنه غادي يتعلم شي علم كبير. كل صباح تيصحى من الفجر يلبس حوايجو ويخرج من القصر باش يمشي عند الساحر. كان تيمشي في الطريق طويلة شوية باش يوصل عند الساحر اللي كان معزول، وكان ديما تيدوز حدا خرابة قديمة. واحد النهار وهو في طريقه سمع صوت هادي جاي من واحد الكوخ صغير. كان صوت رجل كبير كيهضر بكلام مطمئن. الغلام وقف كيتصنب ومن الفضول قرب، لقى راجل لابس لباس بسيط وجهه منور وعيونه فيها خشوع. كان راهب صالح جالس بوحدو كيتعبد الله وماشي بحال الساحر اللي كل شي عنده خداع وألاعيب. الغلام عجباتو الطريقة باش تيهضر هذا الراهب والكلمات العجيبة اللي تينطق. دخل عنده جلس حداه وقال ليه: شكون انت؟ وعلاش كتهضر بوحدك؟ ابتسم الراهب وقال: أنا عبد من عباد الله، كنعبد ربي اللي خلق السماوات والأرض واللي بيدو كل شيء. أما الملك اللي كتعيش معاه راه مجرد بشر وماشي إله بحال اللي كيقول. الغلام حس كلامه مختلف، ما فيهش الخداع اللي كيسمع عند الساحر. ومن داك النهار ولا كل مرة وهو ماشي عند الساحر كيدوز الأول عند الراهب يجلس معاه شوية يسمع ليه لقصص عن الأنبياء والصالحين، يتعلم شنو هو التوحيد وشنو هو الحق، ومن بعد يكمل طريقه للساحر اللي كيعلمه السحر والشعوذة. الغلام حس بحلاوة الإيمان كتكبر في قلبه وعجبو الحال. الغلام شكى للراهب أن الساحر تيضربو حيت تيتعطل عليه. ابتسم الراهب وقال ليه:
إلا سولك الساحر علاش تعطلتي قول ليه أهلي عطلوني، وإلا سولك أهلك قول ليهم الساحر عطلني. داز الأيام والغلام ولا محتار. من جهة الساحر كيعلم كيفاش يخدع العيون ويبدل الحقائق قدام الناس، ومن جهة أخرى الراهب كيعلم الصدق والإيمان. قلبه كان كيميل للراهب وحاسس أن كلامه هو اللي صحيح. واحد النهار الغلام كان ماشي لقى واحد دابة وسط الطريق حابس الناس وما مخلي حتى واحد يدوز. الغلام شد حجر صغير وفال اللهم إن كان أمر الراهب هو الحق فقتل هاد الوحش بهاد الحجر. رمى الحجر فإذا بالوحش طيح ميت قدامه. الناس اللي كانوا متجمعين بداو بيصيحوا من الفرحة الله أكبر، هاد الغلام عنده قوة ربانية. الغلام ما صدتش عينيه، عرف أن الحق مع الراهب وأن الله فعلا كاين وقادر على كل شيء. ومن ذاك النهار الغلام ولا عنده شان عند الناس، ولاو كيجيو عنده اللي مريض واللي عنده هم واللي محتاج الدعاء، وكان الله يستجيب ليه في داوي المرضى بلا سحر غير بالدعاء. سمع واحد من الجلساء ديال الملك بالخبر وكان مريض بزاف وكيشكي من وجع كبير. جاء عند الغلام ومعاه هدايا كبيرة ذهبية وفضية وقال واش تقدر تشفيني؟ الغلام جاوبه بهدوء أنا ما كنشفيش، اللي كيشفيه هو الله، ولكن إلا آمنت بالله ندعي ليك والله يشفيك. جنيس الملك آمن ودعا له الغلام وشفاه بحول الله. جاء الغلام عند الراهب وحكى ليه ما وقع ليه مع الدابة. تما عرف الراهب أن هاد الغلام عنده شان عظيم عند الله. قال ليه نوصيك أولدي راك دابا غتفتن وغادي تمحن، لا تفتنتي وتمحنتي ما تبلغ بيا. جليس جا بحال عادته عند الملك. الملك تعجب فاش شاف أن المرض والوجع اللي كان فيه مع فدبو ما بقاش. قال ليه شكون هاد الطبيب اللي شفاك؟ قال ليه الله سبحانه وتعالى. وقع عليه الملك تيعذبوه حتى دلع الغلام. بعد ما عذبوا الجليس بأنواع من العذاب حتى ما قديش صبر دل على الغلام. جابوا الغلام عند الملك وعذبوه، ولكن الغلام ما وافقش يبدل دينه، ومن قسوة التعذيب دل على الراهب. جابوا الراهب وعذبوه وخيروا الملك الطاغية بين الموت ولا يرجع عن دينه، ولكن الراهب تبات على دين الحق ومات بشق بالمنشار. جابوا جليس الملك وعذبوه وحتى هو تبات على دين الله حتى مات هو الآخر بنفس الطريقة. بدا الغضب يغلي في راس الملك الطاغية. كيفاش هاد الغلام اللي ربيتو غادي يخوني ويتبع دين آخر؟ جابو عنده وقال ليه واش ما غاديش ترجع للصواب. الغلام رفع راسو وقال بكل شجاعة ما نعبد إلا الله وما نتبع إلا الحق. الملك غضب إلا ما رجعتش عن دينك نقتلك. الغلام ابتسم وقال قتلني ولكن عمرك ما تقدر تخرجني من إيماني. الملك أمر الجنود خدوه ورميوه في وسط البحر. ركبوه وسط مركب والبحر كان عميق والأمواج عالية. الجنود شدوه باش يلوحوه وهو رافع يديه للسماء وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فجأة البحر بدا يهتز والموج علا والمركب تقلب والجنود كاملين غرقوا واحد بواحد، وما بقى غير الغلام طافي فوق الماء سالم. وصل للشط برجليه ورجع الملك. الملك تصدم كيفاش رجعت؟ فين الجنود؟ الغلام قال بكل هدوء ربي كفانيهم. الملك ما استسلمش، أمر الجنود يديوه للجبل ويرميوه من الفوق. طلعوه الجنود وهو مقيد والريح كتعصف. دعا ربي اللهم اكفنيهم بما شئت. الأرض اهتزت، الجبل تحرك، الجنود بخلعوا طاحوا كاملين، والغلام بقى سالم ورجع للملك مرة أخرى. هنا الملك بدا يرتجف من الخوف. الغلام قال ليه بغيتي تقتلني؟ عندي لك الطريقة. الملك قال قول شنو هي؟ الغلام قال جمع الناس كاملين، اربطني على شجرة وخد سهم من كنانتي أنا وانت بوحدك اللي ترميني، وقبل ما تطلق السهم قول بصوت عالي بسم الله رب الغلام، غيب بهذه الطريقة غادي تقتلني. الملك الطاغية جن جنونه، شاف أن الغلام دارها بيه فدراسه باش الناس تفيق من الغفلة. كون كان هاد الملك إله
شكون ما غاديش يقول هذا الكلام؟ الناس آمنوا بالله الحق، رب الغلام الذي لا إله إلا هو. الطاغية بغى يحماق، بدا يعذب في الناس ويقتل، ولكن الناس ثابتة فاش عرفت الحق، لأنه لا غالب إلا الله. الطاغية بغى يحماك، أمر الجنود ديالو يحفروا خنادق كبار ويشعلوا فيها النار، حتى قيل أنهم أيام وهما تيحفروا ويجمعوا الحطب. بداو يجيبوا الناس واحد واحد، إما تكفر وترجع للشرك وإلا نرموك في النار. لكن الناس كانوا ثابتين، كيقولوا آمنا بالله رب الغلام، حتى أنهم جاو لامرأة حاملة رضيعها فيهم وغيروها بين الرجوع للشرك والكفر ولا يرميوها. ترددت، خافت على وليدها، وهنا الله سبحانه أنطق هذا الرضيع وقال: يا يما تبتي، هاكي على الحق. الأم تشجعات، حضناته ورمات راسها وياه وسط النار، والملك بقى يشوف شعبه كيتحرك كامل بالإيمان وما قدر يبدل ولا يرجعهم عن طريق الحق. وهذه هي قصة أصحاب الأخدود. اللهم يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد، اجعل شهداء أصحاب الأخدود في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارزقهم رضوانك الأكبر، واجمعنا بهم في جنات النعيم على الإيمان والتوحيد.